9/7/2024 ومن حوالي يومين مجلة ذا أتلانتيك نشرت مقال بتحذر فيه نتنياهو من 7 كوابيس في الشمال. أولهم إن الحروب ضد الحزب لم تسفر أبدا عن هزيمة الحزب اللي انت بتوعد بيها إسرائيل. 2 إن الحزب دلوقتي مش هو نفس الحزب في 96 ولا في 2006. 3 إسرائيل ما كسبتش أصلا اجتياح 1982 وما كسبتش أصلا أي حرب من وقتها. 4 الحزب عنده أكتر من 150 ألف صاروخ وده المعلن، ما بالك بغير المعلن. 5 إن إسرائيل دايما بتقلل من قدرات أعدائها وده واضح جدا للكل. 6 إن الحروب لا يمكن أن تقضي على القدرة العسكرية للحزب. 7 إن الحرب دي ممكن تجذب مقاتلين من سوريا والعراق وده مش في مصلحة حد خالص. دول ال7 كوابيس اللي حذر منهم الكاتب نتنياهو، لكنه تناسى وضع جيش الاحتلال دلوقتي وقلة العتاد والأعداد والحالة النفسية، وكمان تناسى قدرات الهدهد اللي موجودة دلوقتي واللي بقى بيشوف كل شردة ووردة. لكن أخطر فقرة في المقال هي أول فقرة اللي الكاتب ذكر فيها إن بيني جانتس قال من حوالي أسبوع إن إسرائيل بإمكانها القضاء على الحزب في أيام معدودة، لكن لو فعلا تقدر تعمل كده كانت عملته من زمان. ده غير طبعا إن نتنياهو وعدهم بانتصار كامل في غزة بعد 7 أكتوبر، لكن هل ده حصل؟ أكيد لا. وختم المقال بجملة بتقول: لا تنظر إلى الشمال لأن في انتظارك عدو أكثر شراسة. فالواضح إن الكل بيحاول يحذر نتنياهو من الغلطة اللي هيعملها وهتكون هي الفورة، علشان لما يغلط ويضيعها ما يلومش حد. ولو ده مجرد مقال في صحيفة فأكيد المقالات والتقارير المخابراتية والعسكرية أقوى من كده بكتير. فلا تفقد الأمل، ولحد ما أطفال غزة يناموا في أمان خليكوا دايما فاكرين. سلام.